بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعم السلام فأنحى العالم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمين يا رب العالمين. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح كل الورود اللي في الدنيا على حبايب قلبي متابعيني، الناس المحترمة اللي بحبهم من كل قلبي. وحشني كلكم، وحشني قوي 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 والله العظيم يا جماعة. اخلص بس واعمل لكم احلى فيديوهات، احلى قعدات انا وحسن كده مع بعضنا، ونظبط الدنيا وكل حاجة. بس انا مدغدغة مكسرة، جسمي مكسر. يعني عارفين لولا اللي انا بس بقوم الصبح اعمل لكم الفيديو الصبح بدري، يعني واقوم وكده وبعد كده اعمل مونتاج، وبعد كده اشوف اللي ورايا وبتاع. والله لو ما كانش كده كنت زماني نايمة دلوقتي، تعبانة تعبانة بجد، جسمي كله مكسر. امبارح بقى اقول لكم عملت الدولاب ورايا اهو. نجار جه ونجار مصر كده عمل لي الدولاب. قال لي هو بصي هياخد شويه كده، لان هو بيفكوه، محمد ابني اللي كان بيفكه، فهو بيفكه يعتبر ضيع منه حاجات وتنى منه حاجات وكسر حاجات. فالدولاب ايه يعني حاطينه كده، هو حلو طب جميل وشايل بالهبل والله العظيم. بس ايه حبه كده، وان شاء الله ان شاء الله الشقه هنا عايزه كل حاجه صغيره. انا سويت الأوضة اللي احنا بننام فيها، بس لسه برضو كركبة، يعني ما تفتكروش يعني 100%. لا، حبة حبة بنرص كل حاجة مكانها، ولسه شوية في المطبخ حبة حبة والستاير. يعني أنا عايزة أتكلم معاكم في موضوع الشقة ده. طلع صاحب البيت ده مش كويس، والهاوس ماستر بتاعه إيه مش طبعا هو ملوش ذنب، بس هو يعني بيعمل اللي يقوله صاحب البيت. لما جه ركب لي الفيش في الفيش اللي هي في الحيطه دي، عشان تحط الكوبس بتاعك اي فيشه وبتاعت اي جهاز، طبعا حطينا اي كلام. جيت احط الفيشه واشدها لقيته اتكسر. مش عارفه اوصل الشبه الماشينه اللي هي غساله الاطباق، مش عارفه اوصلها. امبارح جيت اشغلها لقيتها عملت ميه يعني حوشت ميه في الحوض بتاعها كده، فما نزلتش الميه. فانا شويه كده هقوم اعملها بنفسي، جبت فيديو من على اليوتيوب كده ونقوم نبص عليها، احاول اعملها زي ما هم قالوا لي. يعني في 3 حاجات كده بتعملها للشبه الماشينه اللي حوشت ميه ما صرفتش الميه بتاعتها يعني. فانا هقوم اعملها واجرب، يا رب ما تحوجش لحد، لان هنا ذل يا جماعه، ذل. الغربه دي قرف، علشان تجيبي شركات او تجيبي ده وحد يعمل لك حاجه تكلفه عاليه جدا جدا جدا. فبصراحه ربنا انا بتخنق من الحاجات دي بصراحه. المهم النهارده بقى يا حبايب قلبي، عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم عن النقة، على المرعب، على الجوكاندا. تمام. واكلمكم على ولاد ابني بقى، اكلمكم على ولاد ابني واللي هم فيه من بعد انا ما مشيت بصراحه ربنا. فانا عايزه اقول لكم بقى، احكي لكم الاول على الجوكاندا. الجوكاندا يا جماعه يعني اللي هي منى اخت بوردو، بتاعت بوردو دي. طبعا منى لها كل احترامي، اثبتت للناس احترامها، اثبت للناس ان هي انسانه محترمه. وكلامهم اللي كانوا بيقولوا عليها ده من الشرب، لا ما اعرفش بتشم يا وجوزها، لا كل ده طبعا تبلي زي ما انتم عارفين، المتبليه اللي هي بتتبلى على خلق الله. طبعا باين باين قدامكم ان منى انسانه محترمه جدا وملتزمه و... وبتعمل فيديوهاتها وشايله هم بيتها والكلام ده كله. المهم يا حبايب قلبي، هي عامله فيديو بتقول ان ربنا عوضني باخوات وابويا ما جابوهمش. طبعا انا شفت الفيديو بتاعها، طبعا هي فيديوهاتها كلها صغيره، يعني يا ريت تطولها شويه علشان تقدر تجيب لها حاجه، لان الفيديوهات بتاعتها دي ما تجيبلهاش حاجه يا عيني يعني. وتحاول تكتر في المواضيع، يعني تشوف حاجات يعني اخرجي اعملي فسح انت واولادك، اعملي مواضيع جديده يا منى. اه طولي في الفيديو بتاعك شويه عشان يجيب لك قرش، يعني لان هو كده مش هيجيب لك حاجه. تقريبا 5 دقايق 8 دقايق 10 دقايق قليل او الفيديو بتاعك. الحاجه التانية ان هي بتقول جايبه شويه التزامات البيت، سمنه وزيت وده 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 وكل الحاجات دي. فتقريبا يعني حد ربنا بعته لها، جاب لها شويه حاجات من كده، من الحاجات اللي هي بتاعه البيت. فاللي انا شايفاه يا جماعه، اللي انا شايفاه ان هم شفتوا اللي بيقولوا
الكحكه في ايد اليتيم عجبه. لما اختها بتسالها بتقول لها هي القناه بتجيب لك ايه وبتعمل لك ايه؟ اه، طب ما تروحي يا ستي اللي انت كنت بتسالي اختك وبتقول لك قناه بتجيب لك، ما تروحي تسالي، ما تسالي النقه اللي عماله تكوش في الدنيا كلها هدايا، ومن السعوديه ومن هنا ومن الامارات ومن ده. انتوا جايين على الغلبانه اللي هي ماشيه على قدها، يعني ما بتجيب يا عيني. يوم ما انتوا اديتوها ال 500 جنيه، ال 500 جنيه اللي هي خدتهم من الشقه بتاعه الايجار بتاعه امها وابوها، فضلت تقول طلعت 50 جنيه لله، وطلعت مواصلات ولادي، وهجيب زيت وهجيب سمنه وهجيب مين ال 500 جنيه؟ انا شايفه النقه اللي هي المدام اللي عماله تكوش من كل الدنيا. محدش بيوجه لها حاجه زي كده ليه؟ ولا انتوا برضو بتكلموها وهي ما بترضاش تقول؟ ولا هي ما بتقولش؟ لا طبعا ما تسجروش تتكلموا مع النقه، لانها ان شاء الله دي واحده نرجسيه تديكوا على دماغتكم. انما الغلبانه الكحكه في ايد اليتيم عجبه، ده مثل مصر بنقوله، ان البني ادم الغلبان لما بيكون معاه حاجه يعني بسيطه كده كل الدنيا بتبص له عليها. ليه؟ ليه؟ شايفه النهارده يا جماعه فيديو للمرعب امبارح، عمال حاطط ما لذ وما طاب، يعني حاطط ما لذ وطاب قدامه وقدام اولاده، ماشي، وقاعد بياكل، وقاعد حاطط ديك رومي ولا وحاطط محشي وحاطط ده وده وده. يا جماعة يا أستاذ محمد، وحضرتك ما انتش شايف وضع أختك؟ يعني هو أنت علشان خاطر مصلحتك، وعلشان خاطر اللي بتستنفع منها تنسى أختك؟ أختك محتاجة، يعني حتى لو جوزها بيشتغل، حتى لو حد بيديلها فبيديلها على القد. اللي انت بتعمله ده اختك ممكن تكون هي وولادها ما عندهمش الامكانيات، مش هنقول الناس الغريبة، احنا بنتكلم على اختك. ان هي لما تشوف الفيديو بتاعك وانت حاطط ملاذة وطاب قدامك وعمال تاكل وبتاكل، انا شايفة المتابعين عندك بيبصوا شهيتنا يا استاذ محمد، شهيتنا يا مرعب، شهيتنا. في ناس مش لاقية اللقمة دي. انتوا بتسمعوا من هنا وتطلعوا من هنا ليه؟ انتوا ليه ما بتحسوش بالناس؟ ليه ما عندكوش احساس بالغير؟ انتوا فين الدين بتاعكم؟ انا عايزه افهم. بص الناس فعلا مش لاقيه اللقمه حقيقي في كل الدنيا دلوقتي. مش هنتكلم على بلد معينه، احنا بنتكلم على الدنيا كلها، والحاله الاقتصاديه في كل الدنيا بقت صعبه. فانت لو كلت يعني كل بس في الدرة انت وولادك ومراتك. انت على فكره انت ممكن ناس تبص لك على الاكل اللي انت بتاكله ده وانت تاخد عين والله. يعني هي نصيحة لله، أنا مش قصدي حاجة، أنا بنصحك لله. في ناس محرومة من لقمة زي دي، من حتة فرخة، من حتة لحمة، من حتة من يعني أقول لك إيه، محرومة من أي حاجة تجيبها. في ناس ما بيدوقوش اللحمة والله. فأنت لما تحط كده ممكن بني آدم نفسه في الحاجة دي، فممكن تتأذي أنت وولادك غصب عنهم، ما هم نفسهم ومش قادرين يا حبايبي. فأنت ليه وما تبص لأختك لما انت ربنا مقدرك كده؟ بص لاختك الغلبانه دي، ما تقولش جوزها بيشتغل، ما تقولش عندها قناه، قناتها صغيره، قناتها ما هياش القناه اللي هي مثلا هتاكلها الاكل اللي حضرتك بتاكله. مش عشان خاطر اختك، حتى يا عم اديها في الخباثه، بلاش هناء تعرف، اديها بينك عشان ربنا. يعني بلاش عشان هناء مش هتعلم عنك حاجه، هناء قاعده في البلد اللي هي قاعده فيها. ما هياش هتيجي تقول لك انت عملت ولا سويت ولا رحت ولا جيت. ممكن بينك وبين اختك ابعت لها يا عم، ابعت لها مراتك، ابعت لها بنتك، مادام انت يعني. انما تيجي علشان مصلحتك وعشان مصلحة قنواتك وعلشان ما تغضب، ما النقة ما تغضبش عليك، تقوم ان انت تأثر مع اختك وتاكل قدام الناس اللي بتمنوا حتة لحمة دلوقتي. عمال تاكل، واصل انا بحب اكل بايدي وما بحبش اكل بالشوكه والسكينه. عارف الناس هتعترض على طريقه الاكل يعني فبتسبق. عادي كل بايدك، كل بس ارضي ربنا وبلاش قدام الناس. لا اله الا الله. اللي بيتكلم فيه كمان ان دلوقتي هو قناته حلوه، انا مش هكدب عليكم، هي قناته حلوه ومفيده وبيقول معلومات حلوه، بس في بعض السقطات هو بتطلع منه كده، هي مش بتعجبنا عنده.
كمان حته عدم اهتمامه باخته، عدم اهتمامه بالجوكان ده، هو ولا اخواته التانيين. ما اخواته التانيين اللي هنا في امريكا والمستشار وده وده وده. طب ليه كلكم ما تساعدوهاش؟ ولا هي علشان غلطت؟ طب ما النقه بتغلط كل يوم، النقه بتعمل بلاوي وكوارث. يعني لو نقول منى غلطت غلطه، فالنقه بتغلط غلطات وغلطات نصيبه. محدش ليه بيعترض؟ ليه محدش بيطلع بيقول لها التيشيرت اللي انت طلعتي بيه ده شيل الفيديو؟ مفيش حد قال لها ليه ليله الدخله بطليها وشيل الفيديو ده خالص، او البث ده؟ ليه محدش قال لها روحي بطلي كلام مع الرجاله؟ ليه بيقول لهاش بطلي حوارات؟ ما بيقولهاش ليه بطلي حوارات وبطلي كلام يسيء لينا، يسيء ليا كراجل؟ ولا انت مش اخوها؟ الراجل مسؤول عنها برضو مادام هي ما عندهاش راجل، انت مسؤول المفروض عنها. المفروض تقول لها لا، بس ازاي انتوا تتكلموا؟ ولا سمحت تطلع تتكلم وتقول لها وقفي المهزله اللي انت بتعمليها دي؟ لا طبعا، ما يقدروش، المصلحه تضيع. بس صدقوني ربنا خلي علاقتكم معاها علاقات اخوه، بلاش علاقه مصالح. لما نكون اخوات ونبقى علاقتنا بيني وبينها علاقة أخوة، عاملة إيه، كويسة، أسأل عليها، صلاة الرحم بيني وبين أختي كذا كذا، أوكي. خلي الشغل ده يبقى بعيد عنكم، لأنكم مش هتقدروا تنتقدوها في أي حاجة. ماشي؟ خلوا قناتكم تبقى حرة، تقولوا اللي انتوا عايزينه حتى لو على هناء، بس انتوا ما تقدروش. يعني انتوا ممكن تقدروا لو انتم سايبينها على الله، بس انتوا خايفين المتابعين اللي هي تبعكم مشتركين بينكم وبين بعض ان هم يطلعوا من عندكم فيوقعوا لكم قناتكم، صح؟ لا، ربنا يقدر يعوضكم بكتير قوي من اللي هناء بيديهولكم. انتوا ناس ضعيفة، والله العظيم ناس ضعيفة جدا جدا جدا. بيتكلم يا جماعة الأرياف والسوق والكلام ده. أنا لما بروح عند والدتي، أنا والدتي كانت عايشة في المنصورة، في محافظة المنصورة نفسها، وبعدين قعدوا يجي طول حياتهم بصراحة. وبعدين جم فترة كده عمي يعني قال لي لأبويا تعالى وكده وهجيب لك بيت وفي في البلد بتاعتهم كده ويعني فجاب له بيت. والمهم ايه، والدي قعد في البلد بتاعتهم وكده. فانا طبعا بستمتع جدا 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 لما بروح هناك. يعني مصير ان شاء الله هسافر مصر ان شاء الله يا رب بدون مقاطعه واصور لكم من هناك. وانا والله العظيم يا جماعه كنت عامله فيديوهات في العيد وفي البلد وفي رمضان، بس يا خساره التليفون بتاعي اللي كان معايا باظ مش عارفه اجيب منه حاجه. يعني كنت نفسي الفيديوهات دي يعني كنت مسجلاها، كان نفسي انزلها لكم، كنت هتتبسطوا بيها جدا. كنت بنزل مثلا في السوق يوم الاسواق بتاعت الارياف، يعني اللي هي الفلاحين، الاسواق بتاعتهم بيبقى لها ايام معينه، في يوم اثنين وخميس مش عارفه، في كل بلد تقريبا لها نظام. فكنت انزل السوق الاقي كل بصي اللي انت مش عايزه تشوفيه في البلد اللي انت مش عارفه تشوفيه هتشوفيه في السوق. ازاي يعني بنت خالتك، بنت عمك، جيرانك، صحابك، جيرانك القدام، جيرانك الجداد، كل الدنيا هتشوفها في السوق. كلهم بينزلوا في الايام دي وتلاقوهم يحددوا يوم فعلا. يعني أنا بتكلم على كلام المرعب، يعني ان فعلا بينزلوا وبيبقوا عاملين يوم ياكلوا فيه سمك، يعني يجيبوا سمك فريش، فبيجيبوا السمك فريش فبياكلوا يجيبوا السمك ويشووه وبتاع، عشان بيبقى عندهم سوق السمك بيبقى اسهل، ويشووه وجنبه شويه رز وسلطه وخلصوا اليوم وبيبقى جميل. ايام تانية اللي هو تقريبا الخميس او الجمعه، انا مش عارفه بقى يعني انا ما اتربيتش برضو في الارياف يا جماعه، فانا مش عارفه برضو ايه يعني، وما قعدتش فيها كتير. يعني بيبقى يوم الخميس او يوم الجمعة تقريبا بيبقى عندهم برضو لازم يعملوا فراخ او يعملوا لحمة ويعملوا محشي ويعملوا كفتة اللي هي بتاعت الرز دي، ويعملوا الحاجات دي. فبصراحة بتبقى ايامهم جميلة واكلهم صحي. الفلاحين اكلهم صحي جدا يا جماعة، كل اكلهم بيبقى جبن وخضار وكده، يعني تركيزهم على الاكل الصحي اكتر، سبحان الله. فانا ان شاء الله يا ربنا يرزقني بس كده واسافر مصر واعمل لكم رحلات جولات بقى في مصر كده مع ابني واهلي واختي ومرات ابني وولادها
وان شاء الله لو ربنا امر في الصيف ممكن ولاد ابني ابراهيم ومراته ممكن ينزلوا مصر. ونقول يا رب، بس لان احنا لحد دلوقتي مش ضامنين الظروف، لان انا بدور على شغل، ولو لقيت شغل مش عارفه انا هعرف اسافر ولا لا السنه دي، الله اعلم، بس ادعوا لي يا جماعه. ال- الحاجه التانية بكلمكم احنا نخلي النقطه دي في الاخر، لانها هي كده. اكلمكم على ولاد ابني يا جماعه، مزعلني، زعلانه من ضمن الحاجات اللي مزعلانه قوي قوي ان انا بعدت عن ولاد ابني. آم، فابني امبارح بيقول يا ماما انا امبارح ايه، لانه متعود ان هو يطلع، ممكن لو عنده وقت يطلع يفطر معايا. بيقول لي يعني ان مراته وولاده كان عندهم فيست يعني عيد يعني في المدرسة، احتفال في المدرسة مش عارفة ايه، شولا فيست ولا مش عارفة، حاجة يعني فيها احتفال وكده. فالمهم سابوه وراحوا يعني وكده وخرجوا، فبيقول لي ايه والله يا ماما نسيت وقلت ايه اطلع افطر معاك، وبعد رجع افطر ايه ده، انا نسيت ان هم مشيوا. فبجد صعب ان انتم، وخصوصا في الغربة لما تكوني مرتبطة بحد ويبعد عنك، بتلاقيها صعب جدا جدا جدا. يعني انا ليا جارتي كانت عراقية برضو اسمها ام احمد من العراق، دي كانت حبيبتي قوي 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 هنا. فبرضو يا عيني لما سافرت العراق ومشيت، والله العظيم يا جماعة لما هي مشيت وسافرت انا قعدت فترة كبيرة حزينة جدا جدا، انزل وابص على الباب بتاع الشقة بتاعتها واعيط ومخنوقة ومتضايقة. فالواحد لما بيتعود على في الغربة على حد والحد ده بيسيبه ويمشي او تبعده عنه بيبقى صعب جدا. متهيألي لو في بلدك مش هتحسي الاحساس ده زي ما بتكوني في الغربة. المهم، لان في الغربة انتوا عارفين الواحد بيبقى محتاج اللي جنبه يعني. ف الحمد لله. نتكلم بقى على مين؟ نتكلم على النقطة كلها. بس طبعا البث كله يعني قولي نص ساعة كده من البث ما شاء الله بتتكلم على التواليت، على التويلت، القعدة بتاعت التويلت. بتقولي ايه بقى؟ قال ايه الحمام، الناس مالها ومال قرفك، الحمام معفن، الحمام منتن، الحمام اصفر. الناس اتقرفت والله، في الناس في التعليقات بيقولوا لها بطلي، احنا اتقرفنا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا مالنا ومال التواليت ومال الكبانيه ومال الحمام ومال القعده، وايه الكلام ده؟ ايه القرف ده؟ الناس مالها ومال الحاجات دي. وبعدين جابت ميه نار، وجابت ملح، ملح ليمون، وجابت مش عارفه. طب ما تشيليه، هو انت فقيره؟ انت فقيره؟ شيلي التواليت، الكابينيه شيليه، عشان اللي يفهم ده واللي يفهم ده، شيليه. القعده بتاعت الحمام يا جماعه شيلوها، شيليها ورميها، ها، وجيبي لك واحده وروقي دماغك. المنظفات اللي انت جبتيها ونضفتي بيها بتمن التواليت بتاعك ده، والناس ذنبهم ايه يسمعوا القرف؟ قعدت نص ساعه يا جماعه، واللي يقول لها ميه نار تقول له ميه نار بتوجعين وبتوجع ست، والكلور عمل لي مش عارف ايه، وده عمل لي ايه. الله، ما انت بتتكلمي الناس في التفاهات. لما الناس تيجي تبص عليكي، اما تكون انت مثلا قاعده في بث ولا في فيديو ولا بتاع، والناس تقعد تبص على الدولاب او تبص على السرير او تبص على الكنبه او تبص على الصوره، طب ما انت كمان بتكلموهم في تفاهات اهو. ما هو من حقهم يتكلموا هما كمان في اي حاجه هما تلفت نظرهم. الحاجه التانية بيقولوا لها ايه؟ بيقولوا لها واحده بتقول لها تقريبا هطلع لك هفضحك وهطلع لك الاوراق وهطلع، قالت لها يا بنت المرة، شفت الالفاظ؟ الفاظ سوقيه، انتي واحده الفاظك سوقيه. ويقول لك البث بتاعنا نضيف ما فيهوش اي غلط، ما بنغلطش في حد ولا بنجيب سيره حد. تقولي للست يا بنت المرة، يا بنت المرة، شفتي شغل الشوارعيه؟ ايه الكلمه دي وايه الالفاظ ده؟ طب ما تقدري ترد عليها. انا عندي حد لما بيخش عندي في التعليقات وحد غلط فيا، وبكل ادب وباحترام برد عليه،
وبعرفه ان انت يا اما غلط يا اما صح يا اما كذا يا اما كذا. اللي انا بطلع تقول لها يا بنت المرة، هو ده من الاحترام يا محترمة يا بنت العيلة يا اللي بتقولي انا بنت عيلة وابويا مستعار؟ ها فين ده؟ ما شفناش على فكرة التربية يعني مش هنقول بقى الغني والفقير والشحات واللي مش لاقي. ممكن واحد غلبان غلبان، ولا ابوه محامي ولا ابوه اي حاجة، ولا راجل بيشتغل في الزبالة، بس مربي ولاده تربية عالية ما يطلعش من بقهم العيبة. انما انت بتقولي انا بنت عيلة، فين بنت العيلة وانت بتطلعي الالفاظ الوسخة دي من بقك؟ يا بنت المرة ايه ده؟ خليك اسلوبك محترم، احترم الناس ملت منك. واحده من متابعينا يا جماعه بتقول لها انت خلاص زهقنا من رضا وزهقنا من القرعه وزهقنا. معلش يا عبير، لا مؤاخذه يا ماما، انت ست محترمه وعلى عيني وعلى راسي، انت واحده ست الكل. انما دي انا برد على الكلام اللي هي بتقوله. معلش انتوا طبعا ناس محترمين يعني، انت ولا رضا ولا اهل رضا، الناس كلكم محترمين ولكم كل الاحترام. انما دي الفاظها البذيئه اللي هي بتقولها، ان هي تطلع تتكلم عليكم بالشكل ده. وطبعا الناس بيردوا بطريقتها، فبتقول لها احنا زهقنا من ده ومن ده، الناس ابتدت تهرب من قناتك، الناس ابتدت تمل وتبعد عنك، ما عادش عندها محتوى. الناس عمالين يقولوا لها ارجعي اعملي المحتوى بتاعك، اعملي الروتينات اللي انت كنت بتعمليها، على الاقل في بتتلهي في سرير بتنظفيه، في ارض بتمسحيها، في حيطه بتعمليها، وبتبعد عن الالفاظ البذيئه والكلام والشتيمه والشراشيح والعايرات والكلام الهباب اللي انت بتطلعيه ده. كمان واحده بتقول لها انت هترجعي رضا؟ هرجع بس بدور على محلل ممكن ناخد محلل اسمه ايه اللي هو انيس. انت ليه كده؟ انيس ماله ومالك؟ هو انيس بيتواصل معاكي ولا حد بيتواصل معاكي، ولا رضا بيكلمك، ولا رضا كلمك من اصله؟ انت لازم حوارات. واللي معاها في ناس مضلله يا جماعه، في ناس مصدقاها، وفي ناس بتقول لها عملت ايه مع رضا، وفي ناس بتقول لها هتسوي ايه ده؟ كله كذب في كذب يا جماعه، والله العظيم كله كذب في كذب. ولا رضا كلمها، ولا كان على الاقل رضا هيطلع يعبرها ويرد عليها، يقول لها حصل، لا ما حصلش. ما هو من مصلحته ان هو لو رجع لها يطلع يبرئها بقى، او يطلع يبقى يعني يبقى ودود معاها يرضيها يعني. فممكن رضا كان يطلع، انما رضا ودن من طين ودن من عجيب. انت تفيتك مش هاخدك تاني، انا تفيتك تفه كده على الارض. خلاص انت طلعت من دماغه. واحد عايش مع مراته، هتجيب له ابن جديد او بنت جديده، عايش سعيد مع اهله، عمره ما هيفكر يرجع. ده لو رجع هيبقى مسخرة اليوتيوب يا جماعة، صح ولا لا؟ ما تزعلش مني يا استاذ رضا لو الموضوع ده، انا واثقة ان هو مش حقيقي طبعا، بس هو الراجل عنده شخصية قوية. الراجل اللي هو رضا يعني الاستاذ رضا محترم. الراجل عنده قيم وعنده مبادئ وعنده اخلاق، رغم ان هم كلهم بيسبوه في الفيديوهات بتاعتها. يعني هي الراجل الايام دي اتبهدل بسببها، بسبب الكلام اللي هي بتطلعه. يعني بسبب الفيديو اللي هي عملته ده، متابعينها مبهدلينه اخر بهدله. والراجل بعيد عن كل المهازل اللي هي بتعملها دي. انا واثقه ان رضا عمره ما هيحط نفسه في موضع زي كده، ان هو يقول ارجع لها تاني، استحاله. قبل ما يتجوز، هو دلوقتي متجوز، كان هيسيب، كان يعمل لنفسه مشاكل مع مراته وقريبته كمان؟ استحاله طبعا. انا اعتقد ان الاقامه بتاعت رضا ما خلصتش، وممكن يقدر يمددها، ممكن يقدر يسافر فرنسا يمدد الاقامه بتاعته ويرجع يقعد هنا شويه ويروح هناك شويه عادي. بس هو تقريبا ان هو مدي الموضوع خلاص، هو رافض الموضوع برمته فرنسا واللي في فرنسا اصلا. فانت ما تقعديش تعملي حوارات وتغني على الناس، وعايزه تعملي محلل، وعايزه امال هي تجيب محتوى؟ بقت فاضيه محتوى. الفيديو بتاعها من امبارح من 15 ساعه جايب لها 18000 مشاهده، من واحده عندها 850 ولا 900000 مشترك. قولوا لي الكلام ده هل يقنع يا جماعه؟ الكلام يقنع ان هي مشاهداتها بالمنظر ده وعندها مشتركين قد كده وتروح تعمل
اللهم صل على النبي. الله يخرب عقلك، ده انت لخبطت دماغنا. يعني ما عندهاش محتوى خلاص. القناه بتاعتها بتنزل الناس ملت. لما تبقى عندك 900,000 مشترك ومشاهداتك 18، بتدور على محتوى تجيب منين؟ ما كدابه، هي على طول كدابه، هي على طول متبليه، هي على طول بتاعت حوارات مثيره للجدل. فهي تعمل ايه؟ لازم تطلع مواضيع جديده. اليوتيوب يا ماما مش اختراعات، مش محتوى كذب. انت ممكن تعملي يعني اللي بيعملوا مسلسلات او بيعملوا افلام او يعني حقيقي، يعني الافلام الحقيقيه والمسلسلات ان احنا نطلع منها بعبره، ان احنا نطلع منها. وفي احيانا بتبقى مواضيعها يعني افلام واقعيه ماشي. احنا بقى اللي انت بتقوليه دون احنا بنستفيد منه بايه؟ انا اتطلقت، انا اتجوزت، انا هعمل محلل، انا هعمل، مش مستفيدين حاجه احنا بالمواضيع بتاعتك دي، وكلها حوارات وكذب واحنا عارفين الكلام ده. واحدة بتقول لها ايه، احنا سمعنا ان رضا راح للمرعب. يا لهوي، يا لهوي، ده هو ورضا مفيش بينهم حتى يعني مفيش اي صلة، يعني ما يحبوش بعض اصلا. وانتوا كنتوا شايفينه ده في الفيديوهات بتاعتها اما كانت بتروح هي اما بتروح مصر، تحس ان رضا مش متقبله اصلا، مش حابب المرعب اصلا، او المرعب مش حابه، فهيروح للمرعب. قالت لا لا لا، سيبك من الكلام ده، قاعدين يألفوا ومش قاعدين يألفوا. الله، ما هو انت بدأت الموضوع. فهيجي في توابع. شفت الزلزال لما بيجي، الزلزال بيجي توابع، فالتوابع واحده متابعه بتسألك قولي لها اه ولا لا، ده كدابين، ده هما بيألفوا. خلاص، ما بيألفوا، ما بتسأل بناء على كلامك وعلى الحوارات اللي انت بتعمليها. وسمعت من القنوات ان مثلا واحد حد قال ان هو رايح للمرعب. ما هو بقى كل واحد بقى يقول له هو عاوزه. انت بتفتحي حوارات، فليه بتزعلي لما حد يتكلم؟ لا، ما تزعليش. المفروض كده بقلب رحب كده اسمعي كلام الناس واراء الناس وانتقادات الناس. انت اللي بتحطي نفسك في الشبهات، وانت اللي بتحطي نفسك في مواضيع انت مش قدها. ولا انت قدها؟ انت بتحبي تتهزقي اصلا، بتحبي الناس تعملك مسخره وأرجوز عشان الفلوس. شخصيتك كده. إيه الحاجة التانية يا جماعة؟ ما هو بقول لك هي عندها ده، انا ما كملتوش والله، بزهق. آه بتقول ايه؟ واحدة بتقول لها هو انتي رجعت لدينا ابو عايد يا دودو؟ قالت لها لا، ده هو انا لما عملت الفيديو ان رضا هيرجع لي، فهي بقى ايه عملت ان هي كمان ان انا اتصلت بيها وعايزه ايه، وعايزه اصالحها. انما دي شرشوحه، دي مش من مستوايا. طب تعالي نشوف دي دينا ابو عايد، وتعالي نشوفك وايه رجل الفرخه. لا لا، اللي هي على دودو كمان، دول مش من مستواها. انا مش عارفه انت فين مستواكي يا ماما. مستواكي الاراضي اللي انتوا واخدينها بدون ب بغير وجه حق، ولا بيقولوها ايه يعني؟ ده مستواكم، حاجات مسروقه مش بتاعتكم اصلا. حياتك ايه؟ البيوت اللي انت اخدتيها من كبار السن هنا، اه خدتها وضحكت عليهم والتويتي على القوانين اه بطريقه ملتويه، وخدت هو ده مستواكي؟ احنا عارفين مستواكي يا ماما، عارفين مستواكي باين خالص. اقل واحده في اليوتيوب مستوى احسن منك، بكرامتها، باحترامها، بعزه اخلاقها، بتربيتها. انما انتي سايبه نفسك تتمسخري من كل العالم عشان الفلوس عادي. فانتي ما تبصوش انا الملكه، ملكه الابواب المغلقه. ملكه الابواب المغلقه، ملكه الحمامات والمقشات. ملكه الايه يا ولاد؟ انت اللي بتخلينا نعمل فيكي كده والله العظيم. ملكه ايه؟ ملكه ايه؟ ده القطه مش معلمه القطه حتى النظافه. واحده من المتابعين يا جماعه بتقول لها هاتي فرش وغطي، يعني في فرش مخصوص للانتريهات دي، فجيبي فرش وحطيه. لا 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 لا، مش هين عليها، مش هين عليها البخيله. لا اصلش انا عايزه تقعد عليه كده زي ما انا بقعد. عايزه تنتقم. حاطه لها حته
من الانتريه القديم، من قماش من بتاع الانتريه القديم باين، ولا مش عارفه جايباه منين وحطها. طب جيبي حته حتى تلاقي على الانتريه يا شيخه. صدقوا بالله يا جماعه وحياه ربنا انا فرشه المراتب بتاعتي على الارض قسما بالله. عارفه ليه؟ إيه، راميه حاجات، انا راميه في شقه، راميه انتريه، راميه الفونسما كله، الانتريه بالمكتبه، بالحاجات اللي كانت في الصاله بتاعتي دي، في الاوضه بتاعتي اللي احنا بنقعد فيها، الصاله احنا بنقول عليها في المانيا الفونسما. رميت الانتريه، رميت المكتبه، رميت كل حاجه ماشي، رميت بوفيه. السرير بتاع اوضه النوم طبعا ما يجيش هنا لان الاوضه صغيره، فرميته، رميته كله. رميت ايه تاني، رميت الاوضه بتاعت محمد ابني، رميت مكتبه كانت عندي تانية كنت حطاها في المخزن تحت، في البدرون تحت، مكتبه جديده خالص كنت جبتها شويه وزهقت منها ورجعت جبت واحده جديده، فقمت حاطه دي بدل دي ونزلتها ركنتها تحت رميتها. ابني نفسه رمي مكتبه جديده ونوفي جديده. راميه المطبخ بتاعي باكمله، انت شفتوا المطبخ اللي انا كنت بصور لكم منه، رميته بالبوتاجاز بكل حاجه، مفيش الا الشبول ماشينه بس اللي جبتها، الشبول ماشينه اللي غسلت الاطباق يعني. والله يا رب ما تبص بقى انا هزعل عليها قوي لان الشبول ماشينه دي اهم حاجه بالنسبه لي عشان ايديا بتوجعني. المهم يا حبايب قلبي رميت رميت الزوف زوفا ايه، صوفا يعني الانتريه، لا بتاع الكاوتش بتاع محمد ابني اللي كان بينام عليه زي سرير كده يعني بتفرد ويتفرد، رميته. رميت المكتب بتاع محمد ابني تحفه رميته. ايه يا وليه يا جلده يا بخيله، مش انا عليك تجيبي فرش يلاقي على الانتريه؟ طب انت عندك فلوس، انا لما بتكلم اصل انا خيبانه، ولا بيجي لي دعم ولا بيجي لي حاجه ولا اشتغلت هنا. حظي السيء ان انا وقعت واتكسرت وجوزي فشل كلوي فما عملناش حاجه يعني، ما عرفناش نعمل حاجه. فاحنا لما نكون على طبيعتنا واوريكم البيت اللي احنا فيه يا جماعه فعادي، انما انت معاكي فلوس ليه ما تمتعيش نفسك؟ جيبي غطا للبتاع، هي القطه لما هتحط انت الغطا بتاع الانتريه هتروح تلمه وتشيله؟ لا، ما هو غطا مغطي كل الانتريه، فالقطه هتقعد بنظافه. ده القطه يا ولاد انا جايه من الشارع على الانتريه عدل، طلعت فوق برجليها بقرفها، الدنيا شاتيه هنا على طول، الدنيا مبلوله شتا على طول في اوروبا، فاكيد القطه جايه من بره رجلها مبلوله. والمطلع بتاع الفيلا بتاعت النقه الحلوه، الفيلا المعفنه دي كلها تراب وكلها والسلم بتاعها معفن، طالعه اكيد جايبه تراب في ايدها في رجلها وطلعت على طول على الانتريه. زيش انا مش عارفه ليه تقعد ولا لا. المهم بس بتعرف فرنساوي كويس جدا، الحمد لله القطه بتفهم فرنساوي الحمد لله. المهم يا حبايب قلبي ايه، البخل ماسك فيها البخل بخيله هتودي الحاجات دي فين؟ يلا مال المكنزي للنزعي، ولادك يستمتعوا بيه بعدين بدل ما انت ماسكه على نفسك يا شيخه. روحي عيشي، غيري الشقه دي كلها والعفش اللي فيه دون وروقي، انت اللي جبتوه فرحانه بيه وخلاص، هي جابت كده. كمان دخلها الاستاذ عبد السلام، دخلها الاستاذ عبد السلام الصعيدي الجدع. انا بحب الصعايده يا استاذ عبد السلام جدا والله العظيم، اقسم بالله انا بموت في الصعايده. ناس رجاله رجاله رجاله، وانا ملاحظه ان هو الحمد لله حسيت ان هو كده ابتدى يفوق وابتدى ايه يعني بيخش كده يعني من بال المجامله بتاع. هي اما شافته دخل، خد بالك يا استاذ عبد السلام لا تمسك فيك، بيقولوا لها ايه ما تاخدوه محلل، اعرف نيتها بقى، خليك جدع كده ابن راجل، انت ابن راجل طبعا انت صعيدي جدع. اعرف اللي في دماغها دي، واخداك سلم والله العظيم واخداك سلم، وانا عارفه ان انت ممكن تعرف تغلط فيا بس انا مش هزعل منك. احيانا احنا كلنا بنغلط وبنطلع نغلط بس بعد كده بنفوق، فانت لو قلت حتى عليا اي حاجه انا مش هزعل منك. المهم هي واخداك سلم لهدف، والله العظيم 3 واخداك سلم لهدف، فانت ابن بلد وراجل وصعيدي ماشي. قالت لهم لا ده من دور ابني، فاهمني؟ طب ما هو اسمه ايه كان من دور ابنه اسمه ايه؟
استاذ رضا كان من دور ابنه. هو رضا ما هي اكبر منه بيجي ب10 سنين. ماشي. لما انت بتحبوا استاذ عبد السلام كده، ماله استاذ عبد السلام؟ وممكن تعملوا له اقامه وتجيبيه، ويبقى قعدت في ظل وراجل محترم، ويبقى راجل هيصونك، وراجل صعيدي، راجل ابن بلد. مش انت عايزه راجل ابن بلد؟ هو راجل ابن بلد، وانا واثقه من الصعايده ان هم رجاله ولاد بلد. لو انت جدع، مش انت عايزه راجل؟ يلا اتكل على الله. انما انت عايشه في الدور. انا فاهماكي، بتضحكي على الناس بس علشان تستفيدي منهم. يلا كفاياكي كده النهارده. لان بصي، طول ما الكلاب اللي هم معاكي بيطلعوا، لا وايه بقى، استنوا قال ايه التانيين بقى بيطبلوا لها؟ ما هم لازم يحبكوا الكدبه. فاهمني اللي هم اللي معاها، يعني اللي هم الجيش بتاعها، اللي هي ما هي بقى ملكه وجيش، فهي عندها الجيش بتاعها، فلازم يحبكوا الكدبه. تطلع ام حفاظ بقى تقول لك ايه؟ لا يا نقه ما تعمليش في نفسك كده، لا يا نقه انت كده بتأذي نفسك، لا يا نقه مش كفايه اللي انت شفتيه يا قلبي؟ وانت هترجعي تاني للمخلوع يتخلع رقبتك؟ هو الراجل مخلوع؟ انت فاكره لما راحت وبقت تيجي تعيط على القنوات، على القناه بتاعتها، وسابني وتسلقني اما اروح اصلح الكسر، اعمل الشرخ، اصلح الشرخ؟ مين اللي خلعها؟ ده ما كانش طريقها يا ماما، ده هي راحت هناك. ده انا ده في فيديو انا مش ناسيه لها الحته دي ابدا، اقسم بالله يا جماعه. راحت في يوم وبتقول له يا رضا اخد الهدوم اغسلها لك. قال لها هدوم ايه اللي تغسلها لها؟ اختها هتغسلها، اختها تغسلها لي، مع انها دي مراتك. مش طايق بص في الشهر. فهو اللي مخلوع؟ انت اللي خلعتيه؟ ده هو اللي تفك. انت زي اللي بقى كده. يلا طول ما هم طبلوا لها بقى، وغيرها لازم يحبكوا الموضوع ان رضا اتكلم بجد. لازم يقنعوا الناس، وكل واحده تقنع متابعينها ويقتنعوا بان هو رضا كلمها. انما اعمل اللي انت عايزون، مسير الايام تبين الحقيقه، ومسير الناس تبين كذبك يا كدابه يا بتاعه الحوارات. يلا يا حبايب قلبي، انا عارفه ان انا الفيديو بتاعي، انا عارفه ان انتم متزهقوش وبتقعدوا تسمعوا الفيديو للاخر، وبتحطوا لي لايكات وبتحطوا لي كومنتات، وانا حبايبي اقول لكم ايه بقى النهارده عشان طولت عليكم، عشان عندي شغل لسه كتير اقوم اعمله، عشان بعد ما اخلص اوريكم شقه. والله يا جماعه الشقه انا والله العظيم عشان ما حدش يعني، انا حاطه الشلتتين بتوع السرير على الارض. يا سلام يا سلام يا سلام، مبسوطه قوي. والمهم الدولاب اتعمل وشال الهدوم، اتفضل الدنيا. المهم المطبخ هرصه بس الهاوس ماستر طلع نصاب عليا هو كمان، يقول لي انا هاجي يوم الجمعه علشان انضف لك المفروض انا اوتوماتيك، ان انا اجي الاقي الاوضه بتاعتي اللي في الكلى فاضيه، اللي هي اسمها ايه يا ربي، اللي هي في البدرون، الاقيها فاضيه علشان انزل اي حاجات زيادات عندي في الشقه، انزلها تحت. طبعا لقيت الاوضه مليانه فيها تلاجة، فيها حاجات ناس معرفهاش. انا بقى علشان اضايقه لان هو بيضايقني، هعمل ايه بقى؟ ما انا ما بحبش اسيب حقي برضه، انا مش هبله. هقوم طلع له حاجته كلها في الطرق، اخلي في البيت كلهم يتضايقوا طبعا، وما حد يتكلم هم يستفهمهم ان ده حق انا. المفروض هو كان فعلا ينضف لي الاوضه، لان انا عندي حاجات عايزه انزلها، الشقه صغيره هحطها فين؟ البيت صغير قوي يا جماعه. الشقه اللي هناك كان الواحد يقعد يتكلم، حتى اللي بيرن الجرس كنت لو قفلت الباب ما بسمعش باب الاوضه. هنا اللي بيتكلم بره سامعاه، اللي في الشارع سامعاه. بس الحته هاديه قوي. حته هنا جميله وهاديه، بس هدوء صمت القبور يا جماعه. كان ولادي ابني بيطلعوا لي، كان بينزلوا لي، كان ابراهيم بيطلع يفطر معايا، كنت بنزل اقعد مع مراتي ابني، نقعد مع بعضنا نشرب شاي وتعمل اكل ونعمل شرب ونقعد قعدات جميله. ان شاء الله هجيلكم يا ولاد، هجيلكم ما تزعلوش مني ابدا، وانا غصب عني والله، بس انا بحبكم قوي. ان شاء الله يا حبايبي. احنا كده نخلص الفيديو لان الفيديو طول قوي لهوي. الفيديو طول واقول لكم بقى بحبكم في الله. وحسن النهارده بقى في المستشفى، فبعمل فيديو لوحدي، عشان كده لما اليوم حسن بيكون موجود فيه انا بعمل الفيديو معاه، لما يكون مش هنا بعمل فيديو لوحدي. فانا قلت اقعد اعمل معاكم الفيديو بتاع النهارده. يلا بحبكم في الله، واقول لكم
Tschüss.